العفو عليكم. النهارده اكلمكم عن عمنا وعم الناس، جاك دانييلز. الويسكي ده يا جدعان اشهر من نار على العالم، كل الناس عارفاه في كل العالم، اكتر مبيعات ومشاهير. الموضوع سهل وبسيط، بيجيبوا الشعير والذرة يخلطوهم مع بعض بنسب معينه ويطحنوهم يا باشا وينزلوهم في الخزانات دي فيها ميه وبنحط عليها خميره، او الخميره العاديه اللي امك بتخبز بيها. وبيجيبوا شويه ويسكي من القدام بحيث انه يخلي النفس القديم يعني بيعتق يعني ويحطهم عليه. الخميره بتاكل السكر موجود في خلطه وتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، ده احنا مش عايزينه. وبتطلع الكحول بيكون نسبته في المحلول تقريبا 18%. ناخد المحلول ده على مرحله تقطير ان احنا بنسخن المحلول والكحول بيتبخر عند درجه حراره 40. جاك دانييلز نمبر 7 بيتقطر 7 مرات. نتيجه التقطير بيكون عندنا كحول نسبته 70%. اللي بيميز جاك دانييلز عن اي ويسكي تاني ان هو بيعديه على فحم. بيجيبوا الخشب زي ما احنا شايفين، بيرش عليه شويه ويسكي ويولعوا فيه بعد ما يتصفى خالص ويبقى فحم. يطحنوه ويحطوه في كونتينر مفتوح من الطرفين زي ما احنا شايفين كده، وينزل عليه الويسكي من فوق ويروح مجمعه من تحت. طبعا الويسكي في خلال العمليه دي هياخد نكهه ولون غير اللي كان داخل بيه. وبعدين بيوصل مرحله التعتيق ان هو بيحط الويسكي ده في براميل. البراميل بتتصنع من خشب البلوط زي ما احنا شايفين. بعد ما يصنعوا البراميل بيشوشوها من جوه زي ما احنا شايفين برضو، ويركب الغطا والقاع ويعبي البراميل ده بالويسكي اللي قطرناه من شويه اللي هو تركيزه 70%، ويرميه في المخازن من 4 ل 7 سنين. الوقت كافي جدا ان يدي الويسكي الشكل والنكهه المميزين بتوعه. بعد فتره التعتيق دي بنجيب البراميل ونفتحها ونضيف عليها الميه. كده عندنا مكونين بيدوا الويسكي النكهه بتاعته: الخشب اللي اتعتق فيه، ونكهه الميه اللي اتضافت لينا ان الويسكي كان 70% والميه بتضاف بتحول لحد 40% تركيز. جاك دانييلز بيستخدم ميه نبع عاديه زي ما احنا شايفين في الصوره كده. ودي قصه جاك دانييلز من اول ما كان شعير وذره لحد ما نزل في الكوبايه بتاعتك يا خمرجي. تروع العيامر يا خمرجي.